اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. زي ما انتم شايفين النهاردة فيديو النهاردة برعاية الأستاذة وعد. تمام، احنا النهاردة كنا بنعمل ايه؟ بنعمل كبدة فراخ بالبصل. عايزة اقول لكم طريقتها سهلة وجميلة وحاجة خفيفة كده على المعدة وما بتتعبش. احنا بنرش رشتين زيت كده زي ما انتم ما شفتوا، وبننزل الكبدة تاخد ايه صدمة. طب احنا الاول كنا نقعين الكبدة في ليمون. تمام، كنا نقعينها في ليمون وشوية شوية جنزبيل. تمام، هنا الكبدة هي بعد ما خدت الصدمة كده زي ما انتم ما شايفين نزلنا عليها بفصين 3 توم. طبعا اكيد انتوا شايفين ان استاذة وعد مش راضية تديني المعلقة خالص، صح؟ اهو ماشي ستي. نزلنا احنا دلوقتي بايه؟ بالبصل اهو. هننزل بقى بايه؟ بالملح. تمام، هنزل بالملح والفلفل الاسود وشويه. انا بحب القرفه فانا حطيت شويه قرفه، انت مش بتحبيها ما تحطهاش عادي. في ناس برضو بتحط جوز الطيب، انا ما كانش ليا مزاج احط الصراحه. تمام، ودي استاذه وعد خدت المعلقه لتاني مره. تمام، خدت المعلقه. تمام، اهي بتقلب لنا هي الكبده. اي نعم فتفتت لنا حتتين منهم بس مش مشكله عادي، فداها. المهم ان هي تبطل عياط وتبطل زن وتسكت. حاضر، دي اهم حاجه عندي لان هي ما بتبطلش عياط اهو زي ما انتم سامعين كده دلوقتي. الحمد لله، ربنا يهديها يا رب. ما يغركوش الضحكه دي وراها طول اليوم النهارده عياط ونكد، والله عياط ونكد. هنا كنت بوريكم ان هي نزلت ميتها. احنا بنسيبها بقى تشرب الميه بتاعتها ديت وتستوي بقى على نار هاديه. احنا بننقلها من العين العاليه دي بنحطها على العين الصغيره. تمام، نسيبها ونغطيها ونسيبها تستوي. طبعا هنا انا كنت باخد المعلقه، اكيد انتوا شايفين ان احدهم متضرر من الموضوع اهو. نحضن حضن كبير. تفتكروا اقتنعت؟ ما اقتنعتش بالموضوع برضو والله، دي قعدت تعيط، ده انا قصيت ياما. تمام، هنا هو احنا هنعمل بقى المكرونه. يعني انا مش عايزه اقول لكم ان احنا عشان نعمل المكرونه ديت والله العظيم احنا استحمينا بالميه، بس ماشي مش مشكله. اهو زي ما انتم ما شايفين نزلنا بالمكرونه. تمام، واكيد المكرونه مش محتاجه كلام اهو. بصوا جبت اخري كمان اهو. بصوا خد يا ستي. احنا خلاص هي المكرونه مش محتاجه يعني افتكاسات. هما شويه ميه بملح وحطيناهم فيها، وادينا حطينا معلقه الصلصه وشويه زيت كده وحته زبده. تمام، وشويه ملح وفلفل لا بس. وهننزل برضو ببق ميه كده عشان يعني علشان نفك الصلصه. تمام، وهنا نزلت برضو بنقطه زيت عادي. الزيت اللي في البخاخه ده زيت زيتون، عشان كده انا حطيت شويه زيت عادي. تمام، هي هنا مش مقتنعه ان هي تسيب المعلقه خالص والله. خلاص كده خلصنا الحمد لله. عملنا شويه المكرونه، انا ما بحبش اسيبها تتلدق. بس انا بقول هي عايزه تقول رحت قايله تعالي قولي انت كمان. هنا بقى جبنا الكبده اهوت، كانت خلاص استوت. مش عايزه اقول لكم يا جماعه طعمها كان حكايه. بصوا هنا الحمد لله كانت هي بره في الصاله، فانا ما صدقت استغل اللحظه دي. بس طبعا انتوا هتاخدوا بالكم ان هي داخله دلوقتي عليا. هنا كنت حاطه شويه مكرونه اهو. بصوا خطيره، طعمها حكايه والله وخفيفه، يعني بجد حكايه. جات الحمد لله. عشان كده قفلت الفيديو على طول. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك ومتابعه في القناه، وما تنسيش تسيبي لي كومنت. هستنى